لا المغرب واخدنا لاماكن تانية كتير. بص اقول لك على حاجه. اي حاجه في الدنيا ليها اول ثم تيجي الناس بعديها. اول واحد شاط كوره، اول واحد لعب لعبه، اول واحد ضحك ضحكه، اول واحد الف قصيده. جميل. المغرب بتعمل اول في حاجات كتير جدا. جميل جدا. زي دلوقتي انت لما تعمل تقنيه الوصف السامعي، ودي التقنيه اساسا مش من السهل. اخواتنا الاكفاء الكففاء لما تلاقيهم بيتفرجوا على المباراه كانهم قاعدين في الاستاد، وهم في الاستاد اصلا. هم في الاستاد. حلو خالص. دي بدايه جديده اصلا. ايه اللي يخلي مثلا والمانيا دوله منظمه جدا جدا، دوله منظمه لدرجه البرود. تخيل جايه برضو تتعلم من المغرب فيما تفعله. من شويه قلنا ان امريكا الاف بي اي جاي يتعلم من المغرب فيما يفعله. جميل. المغرب لما تضع هيئه قضائيه موجوده في المباريات دي جديده. خد بالك من النقطه دي. جميل. ثم يا ريت الناس تفرق ما بين التنظيم اللي هو اساسا له علاقه التنظيم الخارجي، مباريات ومش مباريات، والرزنامه بتاعت المباريات دي لها علاقه بالفيفا. تمام. وما بين بقى انا منظم كدوله، عندي نواديه، عندي ملاعبي، عندي الفنادق المهيئه، عندي حاجات كتير جدا. حتى موضوع الفنادق وبرضه اول ناس تعمله المغرب. اتذكر قبل كده كان هناك بطوله موجوده في الكاميرون، كانت الناس بتستشفي في براميل، نص براميل بلاستيك، اقسم بالله شفتها بعيني، تحط فيها ميه ساقعه والعيال بتنزل برجليها. فهنا المغرب بتبدا اشياء جديده تنسب للمغرب. ايوه طبعا. اول كل شيء هم بيبداوه، تيجي انت بعدها المنظمين اللي بعدها، هي بتتعب المنظمين اللي بعدها بالمناسبه. تتعبهم في ايه؟ تتعبهم في ان انا عملت حاجه قلدني او اعمل زي ده لو انت تعرف تعمل زي. اللي انا ملاحظه يا استاذ جمال ايه يا صديقي؟ ان في كل مرحله في لمسه جديده. هنا اقول لك على حاجه. قلت قبل كده المغرب لا تنظم فقط، المغرب بتضع ثقافتها على الارض. الله. ها نحن ذا. ما هي الثقافه يا اكرم؟ ثقافتك مش انك انت بس تنظم. طريقه استقبال الناس ثقافه، ضحكتك في وشهم ثقافه، الاكل المغربي ثقافه، اللبس المغربي ثقافه، الضحكه المغربيه ثقافه، تشجيع المنتخبات الاخرى اللي ما جايش وراها ناس نظرا للظروف الاقتصاديه اللي على قدها ثقافه. كل ده اساسا ثقافه بتصدر للعالم. جميل. يا رب الاخر يتعلم.